ورجعنا تاني لليوتيوب. معقولة كام سنة كام سنة لسه في حد فاكرني؟ بجد لسه في حد فاكرني؟ ما اعتقدش. انا اصلا مش عارف اذا كانت الصفحة دي لسه موجودة ولا مش موجودة. كل اللي انا نفسي فيه ان انا عايز اتكلم وخلاص. مساء الفل. مش عارف اقول بقى انا يحيى زكريا ولا محمد زكريا، ده موضوع يطول شرحه، بس هنبقى نقوله بعدين مش دلوقتي. اللي انا عايز اقوله دلوقتي يمكن موضوع شاغلنا كلنا حرفيا، ويمكن انا اولكم لان انا من اكتر الناس اللي مرت بالموضوع ده، ويمكن يكون هو اختباري اصلا في الحياه، الا وهو قانون السعي. انا ما كنتش متخيل ان السعي فعلا قانون، وقانون كبير قوي، محتاج منك شغل كتير جدا، والاهم ان هو ما بينتهيش، والاهم ان هو مش مرتبط بالنتائج. يعني كون ان انت بتسعى في مكان وتلاقي النتيجة راحت لسكة تانية خالص، ده محتاج دراسة. انا من الاسباب الاساسية اللي خلتني ابعد عن السوشيال ميديا وابعد عن اليوتيوب ان انا فعلا كنت عايز ادخل جوه نفسي. انا عايز اعرف انا مين، عايز اعرف انا بمر بايه، انا بحس بايه، اللي انا بمر بيه ده معناه ايه. انا مريت بتجربه انا نفسي مش قادر افسرها، مش عارف يعني مش عارف اوصفها، مش عارف اقول لكم قد ايه ان الدنيا دي بقت ولا حاجه في نظري. يمكن علشان انا قربت يعني من سن ال40، يمكن معرفش، بس اللي انا مريت بيه فعلا خلاني اشوف الحياه واشوف الناس واشوف الامور بشكل مختلف تماما. حتى الحاجات اللي انا كنت بسعى فيها ما بقاش ليها قيمه، وحاجات تانية ما كنتش شايفها واتاري ان هي دي اللي انت لازم تبص لها اصلا. الموضوع فعلا خلاني اراجع كل حساباتي، خلاني احس ان احنا بنعمل ايه، احنا عايشين ليه، هو ايه الهدف، يعني اخرتها ايه. وبعدين اكتشفت مع الوقت ان الحياه هي لا ظلمه ولا عدل. والله ده وجهه نظر، يعني هي لا ظلمه ولا عدله، هي عايزاك تتعامل وتعمل كل اللي عليك بدون انتظار نتائج. يعني انا مثلا دلوقتي انا بفتح الكاميرا وما اعرفش مين هيتفرج عليا، ما اعرفش اذا كنت الفيديو ده هيحقق مشاهده او مش هيحقق مشاهده. والغريب ان هو ما بقاش فارق لي. الموضوع بتوصل لمرحله كده معينه في حياتك بتشوف الامور فعلا بزاويه مختلف تماما. ومع الوقت برضه هتكتشف ان انت لو بتعمل الخير ومستني انك تلاقي الخير بتصعب الطريق على نفسك، لان ربنا سبحانه وتعالى حط قوانين. يعني انا من خلال رحلتي في الدنيا دي اكتشفت ان ربنا حاطط قوانين في الكون، انت عارفها او مش عارفها هي سر عليك، عارفها اهلا وسهلا، مش عارفها سر عليك. علشان كده لما بتلاقي نفسك بتتخبط في ظروف او بتتخبط في احداث او في حاجات ما بتمشيش معاك، هي الامور مش معنداك، انت بس اللي مش عارف القصه، انت بس اللي مش عارف الشفره تفكها. وهتعرف ان مفيش قاعده بتقول ان انت لو تعبت لازم هتلاقي، ولو صبرت لازم هتفرح ولازم هتتعوض. لا، الحياه مش كده. هل معنى كلامي ان الحياه حظوظ؟ لا، برضه الحياه مش حظوظ. هل الحياه اجتهاد؟ لا، الحياه خليط من كل ده. ويمكن انا يعني بحضر برنامج وان شاء الله هقول اسمه خلال اذا استمريت يعني في اليوتيوب هقول اسمه. بس فعلا الحياه عباره عن شفرات طول الوقت انت بتحاول تفكها وبتحاول تتعرف عليها، ومفيش حاجه ابدا اسمها صح وغلط خالص. في حاجه اسمها تجربه، في حاجه اسمها مناسب او مش مناسب، جربت نفع او ما نفعش. مفيش حاجه صح وغلط، لان الصح اللي ينفع معايا ممكن ما ينفعش معاك. الطريق اللي انا مشيته مش هو الطريق اللي انت هتمشيه، الظروف اللي انا مريت بيها مش هي الظروف اللي انت مريت بيها. الحياه عباره عن يعني مجموعه قوانين ومجموعه شفرات، واحنا جايين علشان نتعلم ونفك الشفرات دي. هل هتوصل بقى ان انت هتعرف كل حاجه وهتبقى يعني معاك كل الرموز بتاعتها؟ مستحيل. حتى اعظم البشر وحتى الافاتارات اللي جم الدنيا دي برضه ما فاكوش كل الالغاز دي. طيب هتقول لي طب ازاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان للانسان الا ما سعى، بس انت مش فاهم السعي الا ما سعى جواه. تفسيري انا من خلال رحلتي او من خلال تجربتي انا الشخصيه اللي مقصود بيها السعي الداخلي. مفيش حاجه بره خالص. احنا بندور على الوهم بره، الموضوع كله جواك. والله الموضوع كله بجد جواك، مفيش اي سعي بره خالص. انت
بتسعى جوه، بتسعى جوه افكارك، بتسعى جوه معتقداتك، بتسعى جوه مشاعرك، بتسعى جوه كل حاجه تخصك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اللي جواهم. طب ايه اللي جواهم؟ افكارك ومعتقداتك وتربيتك وتاريخك، كل اللي انت مريت بيه وكل اللي انت بتحسه وكل اللي انت بتفكر فيه، هو ده السعي. ان انت ازاي تدخل جواه وتقرر بقى تنظف اللي مش كويس وتشيل اللي مش الشيء اللي بايظ، وقصه كبيره قوي 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 علشان تفهم جواك وتكون حقيقي. يعني انا يمكن اللي رجعني لليوتيوب او للسوشيال ميديا عموما ان انا حبيت انقل كلامي او تجربتي للناس. بغض النظر بقى اللي عايز يستفيد يستفيد، اهلا وسهلا، انا اتمنى ده، اتمنى، لكن اللي مش عايز هو حر. بس الفكره كلها ان انا حسيت ان انا يمكن عليا دور اطلع اتكلم دلوقتي، ومعرفش اذا كان اللي انا بقوله دلوقتي هو هيبقى رغبتي كمان اسبوع ولا لا. معرفش، فعلا معرفش. الانسان متغير طول الوقت، طول الوقت انت بتحاول تفهم نفسك، طول الوقت بتحاول تذكر نفسك، لكن الشيء الثابت الوحيد في الدنيا دي هو التغيير، هو التغيير حرفيا. والتغيير ده يشمل كل حاجه، يشمل كل حاجه، يشمل ان انت هتغير نفسك وهتغير اسلوبك وهتغير سلوكك وهتغير افكارك وهتغير معتقداتك. فالقصه كلها ان انت بتسعى علشان تتغير، الحياه كلها ان انت بتسعى علشان تتغير. دي تجربتي، يعني تجربتي وخبرتي شويه. يعني انا لو عايز اقول لك فعلا حاجه النهارده، ان انت ما تدورش على اي حاجه بره. لو بتسعى لشغل، لو بتسعى لجواز، لو بتسعى لمال، اي شيء انت بتسعى له دور عليه جواك الاول، هتلاقيه. ويمكن لما تلاقيه جواك تستغنى عنه بره. معادله غريبه، معرفش انت يعني ممكن توصل لها في يوم ولا لا، بس انا بقول لك انا جاي لك من هناك، صدقني والله مفيش اي حاجه تستاهل. انت طول الوقت بتسعى، تمام، بس السعي اللي انت بتسعى له ده وفره لنفسك، لان السعي اللي بره ممكن تلاقيه جواك. يعني انت ممكن تكون عايز توصل لحاجه. يعني انا مثلا انا حد بكتب الحمد لله كويس جدا جدا من زمان، يعني معروف عني ان انا يعني شاعر وكاتب جامد جدا، وحاولت اوصل كتير، وكان الموضوع بالنسبه لي يعني اللي هو لا انا لازم اوصل لان انا موهوب واحسن من ناس كتير والكلام ده. مع الوقت، مع الخبره، مع التجارب، مع الرفض، مع القبول، اكتشفت اللي هو اصلا يعني انا ليه عايز اكتب للناس مثلا؟ ليه انت عايز تستمد قيمتك مثلا من بره؟ ليه بتسعى لشيء علشان خاطر ترضي حاجه هي اصلا لو انت حسيتها من جواك مش هتحتاج ان انت تحققها بره؟ يعني اذا انت اديت القيمه لنفسك مفيش حاجه بره هتاثر فيك. فبالتالي الحرت بقى اللي انت كنت بتحرته علشان توصل مش مهم، مش ضروري اصلا. لو انا زمان كنت اتمنى وبسعى وبدور وبجري عشان اي حد ياخد مني الكلام بتاعي او السكريبت بتاعي، لكن دلوقتي انا ممكن احط شروطي لاني فهمت المعادله، فهمت ان الدنيا ما بتديش محتاج، انت بتسعى، انت عمال تسعى علشان انت محتاج، بس هي مش هتديك. الدنيا بتدي اللي زهد فيها، بتقبل عليه فعلا. وهتلاقي ان في ناس بتزرع وزرعتها بتموت، وفي ناس بتجتهد وبتقاتل على الفرصه والفرصه بتروح لحد تاني. هل ده معناه ان احنا نبطل نسعى؟ لا، اسعى جواك وما تستناش نتائج. طول الوقت هتشتغل على نفسك وهتدور جوه نفسك، مالكش دعوه بره. النتائج هتجيلك لحد عندك. كل ما بتزهد كل ما بتاخد، وكل ما بترغب كل ما الدنيا بتكبر عنك. دي من خلال تجربتي وخبرتي. ممكن ابقى انا بالنسبه لك غلط، انت حر، عيش انت تجربتك. وعلى فكره انا دلوقتي انا طالع افضفض معاكم، يمكن يكون ده اول فيديو يعني ان انا ارجع بيه. انا طالع افضفض معاكم في اكتر موضوع يمكن كان شاغلني، واكتر موضوع كنت اخرني كتير فعلا، لاني انا كنت طول الوقت مشغول وعايز اوصل وعايز اعمل وعايز. لما بدات احقق فعلا، لما بدات احقق ولما بدات اخد الحاجه اللي انا كنت عايزها، بغض النظر بقى اخدتها يعني باسلوب حلو واخدتها باسلوب وحش، المهم ان انا لما امتلكتها حسيت ان هي ما كانش تستاهل كل ده، ما تستدعيش كل الجري اللي انا جريته ده، ما ادتنيش الشعور اللي انا كنت بدور عليه اصلا. الشعور ده انا حققته من غير ما اوصل لحاجه. علشان كده السعي من اكبر واصعب القوانين اللي موجوده في الدنيا واللي احنا فعلا مش فاهمينها، وانا ان شاء الله هبقى اتكلم عنه يعني بشكل
اكبر وبشكل اعمق شويه، وهكون مرتبه ومرتب اللي انا وصلت له يعني، او مرتب ازاي تسعى وازاي تسعى جواك، وايه هي القوانين بتاعته، وازاي تفك الشفره بتاعه السعي، وليه السعي بيشتغل وليه ما بيشتغلش. كل ده هبقى اتكلم فيه ان شاء الله، لاني انا مريت فعلا بحاجات كبيره قوي كلها تحت البند ده، تحت البند ده. وفي حاجات كتير جدا ممكن تكون في القران يعني موضحه لنا. يعني مثلا في ايه اللي هو وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ان انت تصدق ده وتقتنع بده وترضى بده مش سهل، مش سهل على البني ادم، مش سهل، ولازم يمر بتجارب كتير علشان يفهم فعلا، علشان يفهم فعلا. فيمكن انا دلوقتي جاي اوفر عليك شويه يعني تجارب ملهاش لازمه، على الرغم ان انت ممكن تكون انت حابب تمر بالتجربه وحابب تمر بالالم ده، انت حر. بس يعني صدقني والله، صدقني والله، السعي هو سعي جواك في معتقداتك، في افكارك، في مشاعرك، ان انت تكون الاحسن من نفسك. ده السعي، مفيش حاجه بره، مفيش حاجه بره. ان شاء الله يعني ربنا ييسر الحال، ادعوا لنا بالاستمراريه، وان شاء الله يعني نتكلم في مواضيع تانية كتير قوي، مواضيع تخص السعي وغير السعي، وان شاء الله نتقابل تاني. اشوفكم على خير، سلام.